في حفل توزيع الجوائز جو أواردز، اللون الأسود بيسيطر على إطلالات النجوم. سيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الجوي أواردز في نسخته السادسة بمدينة الرياض السعودية، حيث تألقت النجمات بفساتين طويلة ولكن مختلفة في التصميم زي تفاحة السينما الفنانة ليلى علوي اللي ارتدت باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة بصيحة الأوف شولدر. سقط معاه تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم مع كيلات باللون نفسه. أما الفنانة الجميلة دينا الشربيني اختارت فستان أسود جريء بصيحة الأوف شولدر وأكمام شفافة مع تسريحة شعر انسيابية ومجوهرات بسيطة مع أكراد طويلة. أما المطربة اللبنانية إليسا اختارت إليسا فستان أسود طويل بصيحة الأوف شولدر وتصميم ضيق على الجسم مع قفازات شفافة طويلة ومكياج ترابي وخصلات شعر ويفي منسدلة، وأكملت الإطلالة بكلتش أسود وجوهرات مكونة من عقد وأكراد طويلة وخاتم. أما الفنانة غادة عبد الرازق فاختارت فستان أسود طويل من المخمل من الأعلى بقص الكب ومنقوشة من الأسفل مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة ونسقت معاها كلاتش أسود ومجوهرات مكونة من قلادة وأسورة. المطربة السورية أصالة ارتدت فستان طويل باللون الأسود تميز بأنه من خامة المخمل وبقصة واسعة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة مع وضع مكياج ناعم وبسيط. أما الفنانة الجميلة درة التونسية بإطلالة ساحرة وجذابة، أطلت الفنانة التونسية درة بفستان أسود بتصميم انسيابي من المخمل مزين بتطريزات فضية على أحد الجنبين مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري وتسريحة شعر مرفوعة. وأكملت درة الإطلالة بمجوهرات مكونة من أكراد طويلة وخاتم وأسورة. أما الفنانة لبلبة تألقت الفنانة الجميلة لبلبة فستان بقصة الكاب من مزين بتطريزات ذهبية عند منطقة الصدر والأكتاف مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت مع الفستان كلاتش أسود ومجوهرات من حلق وأسورة. أما الفنانة سلمى بوضيف اختارت الفنانة سلمى بوضيف فستان أسود طويل بقصة الكاب ومنسدل بشكل أنيق مزين بورود صفراء متناثرة مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت اللوك بعقد وحلق. أما الفنانة جيهان الشماشرجي اختارت الفنانة جيهان الشماشرجي فستان أسود طويل بقصة الكب شفاف من الأسفل ومصنوع من الدانتيل بتصميم انسيابي واسع مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة ومجوهرات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة.